ازيكم حلوين؟ وحشتوني من اخر فيديو كنا فيه مع بعض. معاكم كريستينا من قناة دبري وفري مع كوكي. لو اول مرة بتشوفي القناة بتمنى منك انك تشتركي فيها وتفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك مني كل جديد. حطي بقى لايك للفيديو وشير مع اصحابك عشان القناة توصل لاكتر عدد من الناس. فيديو النهاردة كده هنعمل مع بعض بيتزا صيامي بالمشروم، حاجة كده تستاهل بقكم. هتنفع الفطار. هي خفيفة جدا على فكرة. العشاء، الغدا، لو هتحطيها في لانش بوكس الأولاد، لو خارجة كده وعايزة تعملي منها بيتزا صغيرة. لو معاكي أطفال. بصراحة مفيش غنى عنها في الصيام. آه حطي بقى لايك للفيديو وشير مع أصحابك. تعالي نشوف عملنا الطريقة دي ازاي. عجينة هشة جدا، طرية جدا، طعم فوق الوصف. يا رب الفيديو يعجبكم وأكون عند حسن ظنكم في الفيديوهات اللي بنزلها. بصوا العجينة طرية جدا جدا، يعني هي كانت سخنة، ما استنيتش عليها لما تبرد، فكنت عايزة انزلكم الفيديو بدري بدري. بصوا العجينة طرية جدا والعجينة قطن في ايدي. حطي بقى في الفيديو وتعالي نشوف عملنا الطريقة ازاي. جيت على العجين كده وحطيت فيها كيلو من الدقيق، عليهم معلقتين من السكر، عليهم معلقة من الزعتر، عليهم بصل بودرة، توم بودرة، معلقتين كبار من الزيت. هسيب لكم كل المقادير دي في صندوق الوصف. لو حابين ترجعوا لها في اي وقت خدوا سكرين شوت، ووقت ما تحبي تشتغلي فيها اشتغلي. هديها تقليبه كده في العجين على الناشف من غير اي سوائل، عشان الخليط دي يتعجن كويس مع بقيه المكونات اللي حطيتها. تمام كده. جبت بقى الخميره، عايزين نختبر الخميره نشوف اذا كانت هتنشط معايا ولا العجينه هتهبط معايا. حطيت كده باكت من الخميرة، عليها معلقة سكر، شوية من المية الدافية. سبتها 10 دقايق لغاية ما الخميرة وصلت للشكل اللي انتوا شايفينه دوت. بالشكل ده كده تضمني ان العجينة بتاعتك هتطلع هشة وطرية جدا. ولو قعدتيها يومين ولا 3 المعجنات هتفضل بطراوتها لغاية آخر قطعة فيها. حطيتها كده بالشكل دوت. حطيت شوية مية دافيين. هبتدي كده أشغل العجين. لو مفيش عجان اشتغلي بإيدك، مفيش مشكلة خالص. آه، هشغل لمدة 10 دقايق بالعجان. لو هتشتغلي بإيدك يعني فيها مثلا ربع ساعة عجن، يعني وربنا يديك الصحة وتقدري تهجني. حطيت كده شوية بشوية بمية دافية لغاية ما ابتديت العجينة ان هي تلم معايا كده بالشكل دوت، لغاية ما وصلت للشكل اللي انتوا شايفينه ده. العجان نضف جدا، ما عادش فيه دقيقة خالص. هبتدي بقى ان انا ارفع كده العجان والم العجينة. العجينة طرية جدا في ايدي بس ما بتلزقش. كده بالشكل دوت، مخدومة جدا في العجن. هتطلع معاكي طرية وحلوة جدا. هسيبها بقى تستريح لمدة نص ساعة كده في مكان دافي. حطيت كده شوية من الزيت في العجين، واحط العجينة وهحط برضو شوية زيت من على الوش عشان ما يشققش معايا او ينشف، خصوصا الايام دي الجو شتاء. حطيتها في علبة وقفلت عليها. اما صلصة البيتزا عبارة عن ايه بقى؟ طماطم، بصلاية وشوية من الثوم. هاسيبهم يتسبكوا على النار. بعد كده هضربهم في الخلاط، عليهم معلقتين من الزعتر، عليهم بصل بودرة، عليهم توم بودرة، عليهم شوية من الكمون، شوية من الكزبرة، حوالي معلقتين أو 3 كبار مليانين من الزيت. هسيبهم على النار ومعاهم شوية طبعا من الملح. هرفعهم على النار لغاية ما يتسبكوا معايا. بصوا العجينة بحطها في علبة كده عشان اضمن التخمير بتاعها. بارك يا رب العجينة بجد، يعني عايزة اقول لكم فارت من كتر ما هي مخدومة كويس في العجين وفي التخمير. بصوا العجينة بالشكل دوت. لميت العجين كله. هبتدي بقى انا الم العجينة من اول وجديد. بصوا انا العجينة حلوة جدا، القوام بتاعها حلو جدا، متخمرة حلو. خدت كده قطعة من العجين، هبتدي ان انا اشكلها، وبتتفرد معاكي بمنتهى السهولة عشان مخدومة كويس في التخمير وفي العجن.
جبت كده النشابة وابتديت ان انا احاول ان انا ادورها. طبعا عمري ما طلعت معايا واحدة مدورة زي اللي بنجيبها من برا، بس اهو يلا بقى. هجيب بقى الصينية اللي هشتغل فيها. العجينة، ريحة العجينة وانا شغالة فيها اصلا لوحدها حكاية. يعني العجينة مخدومة بزعتر وملح وسكر، توم باودر، بصل باودر، يعني مخدومة كويس في المكونات بتاعتها، فليها ريحة حلوة جدا وانت شغالة فيها. هحط كده العجينة في الصينية، وكل الزوايا دي هدخلها من ضمن العجين وهبططها كويس في قلب الصينية. جبت الشوكة كده ابتديت ان انا اغزها بيها عشان ما تقلش معايا او تعلى وانا في التحمير يعني. التسبيكة كده بتاعة الصلصة بتاعة البيتزا كده اتسبكت كويس على النار. حطيت كده شوية وهبتدي ان انا اوزعهم كده بضرب المعلقة. اما الحشوة بقى كان عندي مشروم. بجيب كمية كده اثناء الصيام لان هي مش بتبقى متوفرة في البلد اللي انا موجودة فيها، بضطر اسافر في مكان تاني بجيبها. آه، وبحطها في الفريزر بتكفيني الصيام كله. خرجت كده طبق 6 فك، وحطيت بقى قطعت عليها بصل، فلفل، طماطم، زيتون مخلل كنت انا مخللاه، وايام الزيتون يعني كان طالع، وبخليه وبحطه في برطمان في التلاجة. لو وقت ما عاوز بعمل معجنات بشتغل منه على طول، باخد منه على طول. وحطيت الخلطة على العجينة بالشكل ده، ادخلها بقى الفرن، هتستوي من فوق ومن تحت. وبعد كده اخرجها. كان عندي جبنة موتزاريلا صيامي، لانها مش بتديني نفس مطة الجبنة الموتزاريلا اللي بنشتريها اللي هي كاملة الدسم، آه، ايا كان نوع الشركة. بس هي طعمها حلو الصراحة يعني. قلت هفرمها كده في الكبة وهوزعها كده على الوش الصينية بعد ما تخرج معايا وتكون استوت سوا كده. هديها فرمة كده في الكبة. يا رب بقى لو وصلت لغاية هنا في الفيديو ونسيت اللايك، فمن فضلك حطي لايك وسيبي لي بقى كومنت حلو زيك، وجربي الطريقة وان شاء الله يا رب تعجبك. فرمتها كده بالشكل دوت. كان ساعتها البيتزا طلعت من الفرن، ما خدتش وقت كتير في التسوية لاني كنت مسخنة الفرن قبلها. اما بقيت العجينة اللي زايدة فقطعت عليها كده البصل، وقطع المشروم بالشكل دوت، وقطعت فلفل وطماطم، وده الزيتون اللي انا بقولكوا عليه البرطمان. وقت ما بعوز بطلع منه بالطلب وبشتغل فيه مع الجاي. هخلص بقية التشكيل بالشكل ده. البيتزا كده طلعت من الفرن، حطيت كده وزعت عليها الموتزاريلا وهدخلها تحت الشواية تاخد لون وتتحمر وشها شوية، وبعد كده حطيت كده شوية حبة البركة على الوش. حبيت ان انا كده افخمها شوية، فحطيت لها حبة البركة على الوش، دخلتها الفرن خدت لون واستوت تمام 100%. هبتدي بقى ان انا اقطعها واوريكم بقى العجينة وطراوتها من جوه، وازاي هشة جدا وطرية جدا، لان مخدومة كويس في العجن ومخدومة كويس في التخمير. هقطع لكم برضو حتة كده واوريها لكم. بس طبعا كانت لسه طالعة من الفرن سخنة، يعني مش قادرة امسكها قوي او اتحكم فيها قوي. قطعت كده حتة بالشكل دوت.
التسوية حلوة جدًا، الطعم حلو جدًا، العجينة حلوة جدًا، المكونات المحطوطة فيها الخلطة بصلصة البيتزا حاجة كده بجد تستاهل بُقُّكم. أتمنى بجد إن أنتم تجربوها وتكتبوا لي برضه في التعليقات آآ طعمها